ما هو الهدف الرئيسي من حملة التبرع بالدم؟ استقطاب أكبر عدد من أفراد المجتمع وزيادة الوعي بأهمية التبرع. بأي مناسبة ستقام حملة التبرع بالدم؟ تخليد لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960. متى تقام حملة التبرع بالدم؟ حملة التبرع بالدم ستكون يوم السبت 21 ديسمبر بمكتبة البلدية. مرحبا بالجميع. من هم المنظمين القائمين على حملة التبرع بالدم؟ الهلال الأحمر الجزائري مكتب ندروما بالتنسيق مع بلدية ندروما، المؤسسة الاستشفائية زرهوني عبد القادر، المنظمة الوطنية للمجتمع المدني للتنمية والعدالة الاجتماعية، جمعية القصبة العالية، جمعية التحدي للفنون الدرامية، جمعية النور الطاهر، وكذا جمعية آفاق للسياحة. لماذا اخترتم مكتبة البلدية كمكان لحملة التبرع بالدم؟ نعتبرها مكان مركزي ومناسب لاستقطاب المتبرعين للطبعة الثانية. هل سبق لك التبرع بالدم ولماذا؟ نعم، لأنني أؤمن أن قطرة الدم قد تعني الحياة لشخص آخر. كيف يتم ضمان سلامة المتبرعين؟ فريق طبي مختص من مؤسسة الاستشفائية بندروما. ما هي أكثر فئة المستفيدة من هذه التبرعات؟ مرض السرطان، الحوادث، العمليات الجراحية الطارئة. ما هو توقعاتكم لحضور المتبرعين؟ والله يا أخي نتوقع إن شاء الله يكون الحضور قوي وبكثرة ويشمل جميع الفئات. ما هي الرسالة التي توجهها للناس للتبرع بالدم؟ تبرعك بالدم عمل إنساني نبيل، كن سببا في إنقاذ الأرواح.